آه، إنا لله وإنا إليه راجعون. محدش محدش يفكر إن الأهلي هيقوم دلوقتي. الأهلي أهدى الدوري، وأنا بقول لكم من دلوقتي، لبيراميدز، وأهدى التأهل للهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا. لما الأهلي يتعادل مع الداخلية وب10 لعيبة، مش هنقول حاجة تاني. الحاجة الوحيدة اللي هنقولها إن جماهير الأهلي عليه إن هي تفكر إن هي تروح الاستاد تاني. أنا مش بقول كده عشان نقطع الفريق ولا الكلام ده، لا، علشان اللعيبة اللي ما بتحسش، اللعيبة اللي بتاخد ملايين، اللي عقودها بالملايين، تلعب بما يرضي الله، علشان تشوف هم بيلعبوا في انهي استاد، والجماهير بتروح ليهم مشوار قدين علشان تشجعهم، يبقى يلعبوا بما يرضي الله. اللي انا بصراحة احسن واحد النهارده اني شفته مروان عطية بصراحة. خلي بقى كهربا اللي نزل في الشوط الثاني وسجل هدف، الكلام ده لا، بس مروان عطية بصراحة بسم الله ما شاء الله. احنا بقى مشكلتنا عادت في الفريق كله، من اول الدفاع، يمكن خط النص يمكن ماسك نفسه شوية، من اول الدفاع للوينجين، لصانع الالعاب، للمهاجم. ما عادش ما عادش عندنا مساكين، ما عادش عندنا مهاجمين، ما عادش عندنا صناع لعب، ما عادش عندنا اطراف. كل دول خلاص انتهى. ونجيب لعيبه نقعدها على الدكه. وحيد اللي لعب احمد قندوسي من اللعيبه ومروان عطيه. مروان عطيه ثبت وجوده، مش هنقول لا ما سبق، لا، ثبت وجوده مروان عطيه. لكن يا اخي حرام، ماتش سهل زي دون. ده انت مطالب ان انت تفوز 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا، مطالب ان انت تفوز 4 منهم صن داونز. تعمل ايه؟ قول لي تعمل ايه؟ تعمل ايه لما انت مش عارف تفوز على الداخليه ب10 لعيبه؟ داخليه بتلعبك ب10 لعيبه مش عارف تفوز عليه. انت يا عم كولر فين تفكيرك؟ ويطلع الاعلاميين ويطلع المحللين الكوره يقولوا ده ابصر، ويقولوا ما عارف، والماتش مش عارف ايه، ولا ما فيش. يا اخي شوف، لم شروه لعيبه، في شروه لعيبه كده، في شروه لعيبه في النادي الاهلي، مع السلامه على طول. سيبك ان هو قاعد معاهم امبارح، سيبك ان هو مش عارف ايه، سيبك ان هو قاعد، ما فيش الكلام ده، مش عندنا الكلام ده خلاص. انت مطالب ان انت تفوز 4 مباريات. القطن الكاميروني مباريتين، صن داونز هناك على ارضه، الهلال هنا في القاهره. 4 مباريات تفوزهم تصعد، غير كده خساره ماتش واحد بس مع السلامه. انا بقول لكم من دلوقتي الهلال هيصعد تاني مع صن داونز، والاهلي والقطن حصلت المجموعه. انا بقول لكم انا عندي احساس مليون المية ان القطن الكاميروني يا يتعادل مع الاهلي يا يفوز على الاهلي. بالمنظر ده والاسلوب دون، وكل اللي
اللعيبه بتعمله. قفشه ما عادش في حاجه اسمها قفشه خلاص. قفشه فرح وانبسط وبقى سعيد ان الناس عرفته، انشهر، والقضيه ممكن، وشويه شقلبات وشويه افشخانات، وفي الاخر كل ماتش والتاني المستوى بينزل. مفيش عندنا دفاع. عبد المنعم، متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، دي كله مفيش، كله بلح والله العظيم. مع ما في يعني انت يا رامي ربيعه انت ماسك مين في الهدف؟ ماسك مين؟ نفسي افهم يعني انت ماسك مين؟ انت واقف على يمين اللعيب ولا المفروض الكرة جايه على الشمال تروح فين ولا ايه بالظبط؟ نفسي افهم، نفسي افهمها دي لسه نفسي ومين اللي مغطى اصلا؟ طيب انت خلاص عدت منك، مين اللي مغطي وراك؟ مفيش. توهان في توهان، محدش عاد عارف يروح فين ولا يجي منين، ولا تايهين في الملعب، ولا كولر بيقول لهم ايه، ولا ما اعرفش، ما اعرفش. على العموم انا بقول مني انا الف مبروك للداخليه على النقطه اللي خدها من قدام الاهلي بطعم الفوز والانتصار. اللعيبه كانت فرحانه ومبسوطه، وبقول خيبه امل على النادي الاهلي ضيع منه نقطتين لتصدر بها الدوري، لكن ضاعوا. جاي لك بيراميدز هتلعب، فيوتشر هتلعب، هنروح فين؟ على العموم هارد لك. انا مش بقولها تعادل، لا، هارد لك لخساره النادي الاهلي وفوز الداخليه لانه بيلعب 10 ويستحق الفوز النهارده الداخليه. مع السلامه في لقاء اخر ان شاء الله، واشكركم، وبعد اذن حضراتكم الاشتراك في القناه. مع الف سلامه.